السلام عليكم. اليوم جبت لكم هاد كنقولوا ليهم حنايا المخنفره او فطائر ديال المقله. كتجي لذيذه سريعه وكتخرج كميه كثيره وبفقط 2 كيسان تاع الفينو. قبل ما نبدا كنتمنى من كل قلبي انكم تدعموا هذه القناه، ضغطوا على ابوني، شي تعليق زوين، هذا هو الطلب ديالي الوحيد منكم وشكرا. نبداو على بركه الله. الطريقه والمقادير. بالنسبه للطريقه غنحتاجوا المقادير، غنحتاجو 2 كيسان ديال الفينو، كاس ديال الفورص. بالنسبه للناس اللي كيبغيو يحيدوا الفورص يديروا 3 فينو، معلقه كبيره ديال السنيده ممسوحه تكون ماشي بومبي، معلقه صغيره ديال الخميره ديال الملحه عفوا، ومعلقه كبيره ديال الخميره تكون ممسوحه. غنحتاجو خماره. نخلطوا هاد المكونات مع بعضياتهم، غنضيفوا عليهم الماء. هنا بالنسبه للماء انا هنا هادي ندير فيها 3 الكيسان ونص، الكاس الثاني والكاس الثالث. غادي نخلطوا المكونات ديالنا بالطراب العادي، ومن بعد غنخلطهم في مولينيكس باش ما يبقاش لينا داكشي تحت. كنخلطهم شويه عاده كنديروا في مولينيكس. انا غنزيد نص كاس ديال الماء وغادي نطربهم، ماشي بزاف، غير غطربيهم واحد شويه بحال كي كديروا البغرير، ما كاملاش 4 دقائق صافي. من بعد كنشوفوا غتولي عندنا هكا كتبان لك ديك الكشكوشه صافي، كيكون راه مزيان. ما كاين اللي غتحتاجي على حساب مولينيكس ديالك واش تحتاجي تصفيه بصفايه اولا لا. انا ما صفيتوش، يعني متاكده انه مطرب مزيان. غادي نديرو في واحد الصوبيره اللي غادي عندها الغلاقه ديالها. انا درت في هاد الصوبيره ديال البلاستيك، ديري لها غلاقه او شي صوبيره ديري ليها السلوفان من الفوق صافي، تغطيها بواحد السيف وتخليها عندك من 10 دقائق حتى 15 20 دقيقه، يعني الماكسيموم 20 دقيقه تتخليوه يخمر. بالنسبه للقوام، راه القوام ديالو شويه خاتر على البغرير، خاص ضروري يكون شويه خاتر على البغرير. هنا المقله ديالنا ضروري غندهنوها بالزيت، حيت هاد المخنفرات كيطيبوا بالزيت. انا درت هنا 2 مقيلات، وحده صغيره وحده ديال البغرير. كتخويو بالمغرفه، راه تقطع ليا هذاك اللقطه، تتخويو بالمغرفه وكتخليوه يسيح غير راسو شويه، تهبطوه بالمغرفه من اللور صافي. هنايا فاش كيطيب ليا من تحت ضروري كترشو حتى من الفوق بالزيت. تنقلبها على الجهه الاخرى، نكون رشيت عليها بالزيت، اولا حتى تقلبيها وتعاودي دوزي عليها في الجناب بالزيت. حيت معروفه المخنفره راها تطيب بالزيت غير رشيشه، ماشي شي حاجه كثيره. راه تبارك الله والله حتى 2 كيسان ديال الفينو كاس فورص تبارك الله راه خرجت لي تبصيل عامر. نتوما كتشوفوا كيفاش كنطيب. ودايره 2 مقلات باش نسرع الطياب، لانه فعلا والله الا كيخرج، ولكن راه دغيا تيتكال حيت كيجي بنين 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 بنين. ديروا لي واحد شويه الزبده، ندوبوا زبده والعسل كيجي واعر. بالنسبه للفاني تقدروا تزيدوا، انا ما تنفضل غير عادي، بقى المذاق ديالو بحال مطيبين المخنفره ديال بكري، ما كناش كنديروا فيها الفاني. وهذا هو الشكل النهائي ديالو. جربوه ما غتندموش عليه، راه دغيا سريع دغيا تيطيب مده وجيزه وكيخرج كونتيتي كثيره.